يا عم ارحمونا. بحبك يا حسن. الزمالك هيكسب. الحيوان بتاعنا فين السواق؟ مساء الفل عليكم. انا هدخل في الموضوع على طول، لاني انا كنت الحقيقه متردده جدا قبل ما اعمل الفيديو ده، بس انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده. انتشر في الساعات الاخيره الفيديو بتاع عمرو دياب بتاع موضوع السواق. انا طبعا قبل ما ابدا في الكلام، انا مش طالعه ادافع عن عمرو دياب ولا طالعه ادافع عن الموقف ولا ليا علاقه بيه، انا مش دعوه. انا مجرد بيك فان. انا بحب عمرو دياب جدا، بحب عمرو دياب جدا وبحب احضر له حفلاته وبيك فان جدا، ولكن انا ماليش ان انا احط نفسي في البوزيشن ان انا اطلع ادافع عنه. انا مش هطلع ادافع عنه. فمبدئيا كده بس عشان ايه نجيب من الاخر، عشان الناس اللي هتتكلم تقول اصل انت عشان بتحبي عمرو دياب عشان انت بيك فان لعمرو دياب. لا يا جماعه، انا مش طالعه ادافع عن عمرو دياب ولا انا ليا علاقه بالفكره دي اساسا ولا طرف في الموضوع. بس انا هعلق على بوينت معينه. الكومنتس بتاعت الناس انه ازاي عمرو دياب يقول كده. حقك طبعا، على راسي، ازاي طبعا عمرو دياب يقول كده. بس ليا كومنت تاني بقى. هو يا جماعه كم الناس اللي كاتبه كومنتس ومتضايقه قوي من المصطلح، امال مين يا جماعه اللي بنشوفهم في الشارع بيشتموا؟ امال مين يا جماعه اللي بنشوفهم في نهار رمضان بيشتموا؟ امال مين يا جماعه اللي بنلاقيهم الناس اللي بتوع النظافه ولا الناس اللي هم الويترز ويتقلطوا قوي وهاتلي واعمل لي، وانا ببقى قاعده محروق دمي. انت بتكلم الناس دي كده ليه؟ الراجل عامل النظافه ده ممكن يكون بيشقى علشان خاطر يربي ولاده. امال مين يا جماعه الناس اللي بتعامل بعض، حتى بتعامل بعض كاصحاب بطريقه مشينه جدا؟ مين؟ امال يعني انا حسيت فجاه بسبب الهجوم انه الناس يا حرام ما بينطقوش خالص الفاظ. مين اللي بيدخل يتنمر علينا احنا كمذيعين ولا فنانين ولا اي حد بتتنمروا عليه؟ يعني معلش، يعني انا مصدومه. ده انا على فكره انا لقيت في ناس كومن في الاسماء هي اللي بتخش تتنمر وتشتم، هي اللي متضايقه قوي انه ازاي عمرو دياب يقول كده، السواق ازاي. انا برضو برجع تاني، انا مش دعوه بعمرو دياب ومش بدافع عن عمرو دياب، يا جماعه اللي حصل ما كانش ينفع انه يحصل، ماشي. بس انا بقى بتكلم في بوينت تانية خالص بقى. عمرو دياب فنان، ما ينفعش يقول كده. صح، فنان ولاعيب الكوره ما ينفعش، ومعاك جدا انه الفنان ولاعيب الكوره قدوه، على راسي. بس على فكره برضو يلي بتكتب الكومنت وبتشتم في الشارع، ممكن يكون في طفل معدي من جنبك، تمام؟ فانت قدوه ليه برضو، لو سمع اللفظ ده ممكن يقلده او يبقى في دماغه ويبدا ان هو يقوله بعد كده. ولادك اللي انت بتشتم قدامهم لما بتيجي تتفرج على ماتش للاهلي والزمالك، برضو على فكره انت قدوه ليهم. في الشغل لما بتبقى متنرفز قوي، مراتك او جوزك اللي انتوا بتقعدوا تهينوا بعض في المحاكم، لا بجد. وما دام انتوا متضايقين من عمرو دياب، على راسي طبعا، حقكم انكم تزعلوا من الفنان اللي بتحبوه، بس يا ريت بقى تبقى دي ستارتنج بوينت للمجتمع الجميل اللي انتوا نفسكم فيه. ما نسمعش بقى اللي دخل كتب كومنت ان هو بيشتم على السوشيال ميديا وبيتنمر، او بيشتم في الشارع، او احنا اهو داخلين على رمضان والمبررات اللي بتطلع اصلا انا مش شارب قهوه ومش شارب السيجاره بتاعتي. يا ريت والنبي يعني انا مبسوطه قوي من حاله الحراك اللي حصلت دي، ان احنا متضايقين قوي انه عمرو دياب ازاي يقول كده. فيا ريت والنبي تبقى دي برضو بدايه جديده ليكم يا اللي بتعلقوا متضايقين قوي، ان احنا ما نسمعش منكم برضو شتايم. يا ريت والنبي يا جماعه قبل ما ننتقد بعض نبص لذاتنا الاول ونعيد تقييم ذاتنا ونعيد تقييم تصرفاتنا قبل ما نحدف الناس بالطوب.